ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا كويسين وبخير. معلش الاول بقى على الصوت عشان عندي برد كده شوية. ان شاء الله فيديو جميل ويعجبكم، كله تشجيع كده وحماس، وان انت تخرجي نفسك من اي مود وحش وتقومي تشوفي حاجاتك. بجد فيديو حلو، كملوه للاخر. ابتديت الفيديو كده، احنا كنا مسافرين لبابا، كنا رايحين نزور بابا، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له، انا وماما واخواتي. ربنا يرحمه ويغفر له ويرحم موتانا وموتاكم جميعا يا رب، وموتى المسلمين. عايزاكم بقى تحت كله يدعي لي كده، يدعي لبابا ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. احنا كنا سافرنا يعني البلد علشان نزوره. جينا بقى من البلد تقريبا عدى يوم، وصورت لكم الفيديو بقى ده اليوم اللي بعديه. ابتديت اليوم كده بقى بفطار خفيف، لاني ورايا حاجات كتير جدا. يعني عايزه اقول لكم المطبخ اتبهدل بهدله غريبه وعجيبه. يعني هتشوفوه كده معايا مبهدل جدا، مليان حاجات. مش عارفه، كانت نفسيتي كده مش متظبطه بصراحه، ما كنتش قادره اعمل اي حاجه. يعني هو يا دوب عملنا الاكل وكلنا، حتى والله المواعين زي ما هي، هتشوفوا هنعمل بقى ايه. قبل ما ابدا بقى في الاكل، وقصدي في المطبخ، حبيت بقى ان انا اعمل الاكل، فقررت ان انا اعمل شاورما. قلت هتبلها الاول واشيلها، وعقبال بقى ما تقعد شويه في التتبيله اكون خلصت المطبخ. فهتبلها النهارده. جبت نص علبه زبادي عشان دي كانت كبيره شويه، فحطيت نص علبه زبادي، معلقتين كبار كده من الخل، عليهم معلقتين كده برضو يعتبر من الزيت. وهنزل انا بقى هنا بتوابل الشاورما. لو انتي ما عندكيش توابل شاورما تقدري تعملي بقى انتي ميكس التوابل، وانا كنت عاملاه معاكم قبل كده. توم باودر، بصل باودر، شوية بابريكا، سنة كاري، كزبرة وكمون، بتبقى حلو جدا. وما تكتريش بقى الملح والفلفل في المرحلة دي خالص. ممكن ما تحطيش اصلا وتسيبيها على التسوية. قلبت بقى كل ده كويس قوي مع بعض كده وقلبته، وهسيب الشاورما تتبل بقى، سيبها شويه ستة تقريبا ساعه كده في التلاجة عقبال ما خلصت المطبخ. تعالى اوريكم اول بقى المنظر كده في المطبخ، وايه اللي وصل مطبخي للمنظر ده بصراحه. كان مبهدل، مواعين كتير، حاجات على الرخامه، حاجات على البوتاجاز. آم، كان بصراحة مش عارفة. يعني احنا كنا اللي بعد ما رجعنا من السفر، رجعت اليوم اللي بعديه عملت اكل عادي وكلنا وبس، ما غسلتش ولا لميت اي حاجة. كنت حاسة ان انا كده متضايقة او مش عارفة. عارفين انتوا لما بنروح المقابر، بالذات لما بنزور حد يعني بيبقى غالي علينا، بتحسوا ان بنفضل شوية متأثر جوانا الحاجة دي. يعني زيارة المقابر بجد مش سهلة، ان الواحد بيبص كده، يعني تحس ان الدنيا دي كلها كده ملهاش لازمة فعلا، والله ما ليها لازمة، مش كلام وخلاص. مش مستاهلة اي حاجة بنقعد نعملها. زعل، كلام، الناس اللي بتعمل حاجات وحشة في بعض، الناس اللي بتقعد تتكلم على بعض. والله يعني شيلوا شيلوا بقى براحتكم. اللي عايز يتكلم، اللي عايز يغتاب، اللي عايز فاكر يعني ان لما يعمل كده الناس كلها تسقف له، انا ضحكت على فلان، انا اذيت فلان، انا قلت كلام في دي وجعها، ده انا ضحكت على ده، انا عملت. والله الدنيا مش مستاهلة. واللي شايف نفسه شاطر وكده جميل ويعني فاتك بقى وبيعمل حاجات كده حلوة، يعني هنيئا لك، هنيئا لك والله. فكنت حاسة يعني ان انا مش قادرة اعمل حاجة خالص في اليوم ده. تاني يوم بقى قمت كده اتشجعت وعملت بقى المطبخ، وقلت كمان اشجعكم معايا. لميت كل الاطباق الاول كده من الحوض، الحاجات اللي كانت في الصفايه شلتها حطيتها في المطبخ. بقى الاطباق، شلت الاول كوبايات في الاطباق، في الحاجات اللي انا هحطها في الغساله. اللي مش هيتحط بقى في الغساله غسلته كده. الحاجات بقى اللي مش بتتدخل في الغساله، لو حاجه مثلا مش عايزاها تتقشر، حاجات اخشاب زي كده. المعالق بتاعتي دي انا كنت بدخلها، بس حسيت ان اللون بتاعها بدأ يروح لان هي متلونة شوية من تحت، فبقيتش ادخلها الغسالة. ونضفت بقى الحوض كده خالص، وكمان عملته بقى بالخلطة اللي انا كنت عاملاها معاكم الفيديو اللي فات. الحمد لله، يعني في ناس جربتها وبعتت لي قالت لي الخلطة جميلة يا شيماء. هي فعلا جميلة زي ما قلت لكم، ان كمان بتعقم. يعني بصوا عقمنا كل حاجة الحوض، فبقى نضيف قوي. فتحت بقى الغسالة، كان عندي أصلا شوية أطباق يعني كانوا مغسولين وما كنتش لسه طلعتهم.
طلعتهم بقى كلهم كده، وكمان مش كل دول بس، ده انا كنت كمان حاطه اكتر بس كنت بستخدمهم وبطلع يعني. فطلعت بقى كل حاجه وبدات بقى ارص الحاجات اللي انا هدخلها في الغساله. بصوا بحط كده الكوبايات على وشها عشان لو فيها ميه ولا حاجه ما تقعدش تنزل. يعني حاولي تصفي حاجتك عشان بتلاقي ميه كده كتير بتنزل في الغساله من تحت. فرصيتها بقى عادي بالشكل العادي يعني، وانا كنت عامله لكم فيديو قبل كده برضو غوص بسيط كده عن رص الغسالة والمسحوق اللي انا بستخدمه وكده. ف يعني طلعت بقى المواعين، انتوا عارفين بتعمل زحمة كتير بصراحة في المطبخ. فاول حاجة عايزة تتخلصي منها لمي المواعين. بعد كده بقى هتلاقي الدنيا راقت حواليكي وتبدأي تنظمي كل حاجة. بس بصراحة ان انا تبلت الشاورما دي الاول. يعني خطوة حلوة لو انت بقى هتتبلي او تعملي حاجة اعمليها الاول عقبال ما الاكل حتى يستوي بتاعك، او لو انت هتسوي حاجة حطيها الاول، وبعدين عقبال بقى وقت السوا ده تروحي انت مخلصة بقية المطبخ. كان في حاجات بقى كمان الغسالة يعني ما كفتش ادخلها، فده غسلتها بقى انا على ايدي. شوية كوبايات بقى والحلة دي، وخلصت الحمد لله بقى كده الكركبة. بتحسوا الركن ده لما بيبقى الصفاية كده مليانة وكمان يعني مواعين كتير بتحسوا ان بيسد النفس. يعني بجد انا عندي المطبخ لما بيبقى متروق بحس ان الشقة كلها رايقة. بحس ان يعني حتى لو الشقة بره عايزة تروق بحس ان انا برضو مرتاحة. يعني المطبخ ده بالذات لو الشقة كلها مترتبة والمطبخ متبهدل، البوتاجاز متبهدل او في مواعين في الحوض، بحس اني لا يعني مش عارفة اقعد. سامحوني على صوتي ده والله تعبانة، جالنا دور برد كلنا كده في البيت، ابتدوا بالبنات. بدأنا نعدي بعض، فبرد الصيف بصراحة صعب بقى، خدوا بالكم من المراوح والتكييفات. فربنا يا رب يعافينا جميعا يا رب ويسترها علينا. فخلصت بقى اهو المواعين زي ما قلت لكم. وجربوا الخلطة يا بنات اللي انا قلت لكم عليها الفيديو اللي فات، اللي ما شافهاش ارجعوا لها. بجد الخلطة عايزة اقول لكم سحر، هتشوفوها معايا دلوقتي بقى في التنظيفات. بصوا جميلة بتسهل كده وتنظف وكمان بقى بتعقم. يعني احنا كنا عاملين فيها الخل والكلوروكس فبتخلي الحاجة كده جميلة. تعالوا بقى خلصنا، تعالوا ندخل على البوتاجاز. هو ما كانش بيتبهدل قوي بس طول ما ايدك في الحاجة اول باول كده بصي ما بتتعبيش. غير بقى لما بتسيبي الحاجة متراكمة عليها دهون او متراكم عليها حاجات، بصي هتلاقي نفسك بتتعبي وبتاخدي وقت طويل. رشيت بقى من الخلطة كده على البوتاجاز وكمان على التربو اللي جنب البوتاجاز ده، لانه برضو بحكم ان هو بيبقى جنبه بيلم شوية دهون، بس انا بصراحة ايدي فيه على طول فالحمد لله دايما نضيف. يا دوبك مسحة كده بصوا بالفوطة، ولا غسلنا بسبونج ولا بأي حاجة خالص. بالفوطة البوتاجاز بقى بيلمع ونضيف وتمام كده. تعالوا بقى ندخل على الركن اللي بعديه هنا. شلت باقي الحاجات دخلتها كلها كده في المطبخ، وهفضي الرخامة بقى. انا كنت جايبة كمان الفينو ده وكنت جايبة كايزر علشان هعمل النهاردة الشاورما. في الكايزر كده عايزة اقول لكم تتبيلة الشاورما دي بجد خطيرة، جربوها على ضمانتي. سهلة وجميلة، وهقول لكم بقى حاجات كده اصبروا واحنا بنسويها. فدلوقتي بقى خلاص خلصت الرخامة كلها ولمعتها بالشكل ده. بعد ما لمعتها بصوا قعدت افكر، كنت حاسة ان انا يعني عايزة اغير اي حاجة كده في الرخامة، اعمل تغيير يعني. تغيير حلو بتحسي ان انتي نفسيتك كده متغيرة، عملتي حاجة جديدة والله. حتى لو حطيتي وردية ولا شلتي حاجة من مكانها حطيتيها في المكان التاني بجد بتفرق. يعني في شكلك في منظر مطبخك في نفسيتك وانتي واقفة. كل اللي عملته شلت الرف ده من هناك حطيته كده هنا قدامي، حطيت الحاجات اللي بستخدمها، السكر والشاي والزياتة، المناديل. فتغيير يعني كده قولولي كان شكله اني احلى لما كانوا فوق بعض ولا كده. هو التغيير حلو حتى لو مش شكله حلو قوي، انا حاسة ان انا فرحانة كده، حاسة بحاجة جديدة في المطبخ. فده بقى غيرت كده يعني حاجة بسيطة في شكل الرخامة. حاسة والله ان انا عملت حاجة كبيرة فالحمد لله المطبخ خلص خالص اهو نضيف. كان فاضل لي بس ان انا هحط اسمها ايه اللي هي الحاجة اللي انا كنت بعلقها على البوتاجاز دي، طقم فاكرين قلت لكم المفارش اللي انا كنت مفصلاه. حاطه اللي هو الستارة تحت الحوض، وحاطه كمان على الميكروويف من فوق والفرن، وكنت حاطه على ايد البوتاجاز هنا. هحطها دلوقتي. كمان لقيت الميكروويف متبهدل كده ورده وحاجات من تسخين العيش،
فقلت اخده كده معايا بالمرة علشان ابقى خلصت كل المطبخ، يبقى المطبخ كله نضيف. كمان عملته بالخلطة اللي احنا عاملينها مع بعض، بصوا في ثواني رجع نضيف جدا، خلاص كده كله رايق. كمان شلت المشاية ومسحت المطبخ وكنسته، فالحمد لله بقى بصوا كله نظافة كده، وخلصت كل حاجة. ما كملتش، عايزة اقولكم ما كملتش ساعة في المطبخ. كانت بقى الشاورما اتبلت، وتعالوا بقى هنسويها. بوريكم بس كده شكل المطبخ لو ما بيبقى رايق، يا سلام لو يفضل رايق كده على طول. ربنا يدينا الصحة يا رب، ونفضل دايما كده واقفين ونعمل حاجاتنا ودايما كده نخلي بيوتنا جميلة ونظيفة. اهي بصوا حطيت اهو على البوتاجاز المفرش اللي انا كنت قايله لكم عليه ده، انا مفصلاه. يعني في ناس كانت فاكرة ان انا عاملاهم يعني شارياهم طقم، لا ده انا مفصلاه. جبت بقى الوك بتاعتي او طاسة كبيرة، اي حاجة فيها معلقة زيت بس واحدة. اهم حاجة تسخن كويس جدا والطاسة تبقى سخنة قوي. هننزل بقى بالشاورما بتاعتنا، بس ما تنزليش بيها دفعة واحدة، لا انزلي بيها شوية بشوية علشان ما تنزلش المية وتحسي ان احنا بنسلق لحمة مش بنعمل شاورما. فدي الشاورما المصري يا جماعة، عشان في ناس بتدخل تقولي لا دي مش الشاورما، شاورما حاجة تانية، دي مش شاورما سوري. لان في شاورما لبناني وفي شاورما سوري في شاورما تركي، لكن دي الشاورما المصري اللي بتتعمل بالخضار. فجربوها بجد خطيرة خطيرة. حطيت بقى اللحمة كده ان هي تتشوح، اول ما حسيت ان خلاص المسام قفلت واللحمة مش هتنزل مية ولا حاجة، بدأت اوطي عليها شوية عشان بس ما تاخدش لون. وبدأت بقى اجيب البصل بتاعي، هقطع البصل جوليان. كمية بقى الخضار اللي انتي بتحطيها دي رجعالك، يعني حابة تحطي حاجات كتير كتري، حابة تقللي قللي براحتك. انا بحب بصراحة الخضار كتير شوية في الحاجة، بيبقى طعمه جميل، بيدي طبعا فايدة، وكمان بيكتر الكمية، يعني بجد بيبقى حلو قوي. وكده كده بيدبل، فالكمية بتاعته بتقل مش بتبقى بالشكل اللي احنا حاطينه. فحطيت البصل بعد ما قطعته دبل سنة صغيرة، رحت نازلة عليه بالفلفل الرومي برضو كله كده جوليان. وبعدين بقى اخر حاجة خالص الطماطم، ما تحطيهاش من بدري عشان ما تتهريش قوي معاكي، لا خليها كده لما يبقى مثلا فاضل كام دقيقة وخلاص هتقفلي. فخلاص بقى بصوا الطعم حكاية، والريحة مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. بس طبعا على كمية الخضار دي كلها كنا محتاجين نزود شوية ملح شوية فلفل وسنة كمون وسنة كزبرة، بس كده ده اللي انا زودته. وقلبي بقى وتأكدي اهم حاجة من سوى اللحمة، يعني دوقي بقى كده قطعة، لما تلاقيها خلاص استوت يبقى تمام. بصوا شكلها يجنن، الالوان الريحة الطعم الكمية خطيرة. كمية الشاورما دي كانت نص كيلو يا بنات. وكمان نزلت بقى كده يعني كم يعتبر مثلا شوية صغيرين من البقدونس، بيدوا ريحة حلوة قوي للشاورما، يعني حطيهم واقفلي على طول. هنا بقى حبيت اعمل سلطة الطحينة، نزلت كده بمعلقة كبيرة او معلقة ونص من الطحينة. حطينا بقى شوية كمون وكزبرة وطبعا معلقتين من الخل. وتقدري بقى، في ناس بتحط توم باودر بصل باودر، انا حطيت سنة توابل مشكلة فيها الحاجات دي، توم باودر وبابريكا. وكمان عصرت نص ليمونة، بس طبعا انا ذكية ما شاء الله، وكنت جايبة يعني بولة صغننة جدا طبعا. فهجيب طبق اكبر، ونقلت بقى سلطة الطحينة كده بالشكل ده. وبتبدأي تزودي مية، المية بقى على حسب السمك اللي انتي بتحبيها تقيلة خلاص قللي المية، بتحبيها يعني خفيفة شوية كتري المية. انا هنا خففتها سنة علشان انا عايزة اعملها في الساندوتشات، فمش عايزاها تبقى كتيرة كده ومكلكعة. انا بقى يعني ما بحب يعني، طبعا في ناس بتحط الشاورما وعليها الطحينة، لا انا حطيتهم على بعض وقلبت، قلت يبقى اسهل معايا كده في الساندوتشات واعمل يعني بسرعة. انا كنت بصراحة عايزة اعمل حاجة النهاردة سريعة وخفيفة، مقفش في المطبخ كتير في نفس الوقت، علشان اقدر اخلص يعني الترويق والروتين بتاعنا اللي كنا بنعمله في المطبخ ده. فدايما لما يبقى عندك مثلا ترويق او وراكي حاجة، حاولي الاكل يبقى ايه سهل كده عليكي، ما يبقاش فيه مواعين كمان كتير علشان تنجزي بسرعة. جبت بقى الفينو وفتحته بقى سواء بالسكينة او بالمقص براحتك. عايزة اقولك بقى الشاورما دي تقدري تاكليها ازاي غير سندوتشات، تقدري طبعا تاكليها سندوتشات زي ما انا ما عاملاها كده. وممكن كمان تعملي مكرونة، يعني تسلقي مثلا المكرونة
وتحطيها عادي مسلوقة كده وتحطي عليها شاورما من فوق، يعني بصوا بتبقى بتجنن. كمان ممكن تعمليها فتة شاورما، يعني تعملي الشاورما كده وتعملي مثلا رز بسمتي او رز عادي براحتك، مثلا ممكن رز عادي بتاعنا المصري وتعمليه اللي هو بيبقى بالزعفران كده، وتحطي بقى عيش كده مثلا شامي او تقطعيه اللي هو اللبناني ده، وتحطي عليه الرز ومن فوق الشاورما. بص هتبقى فتة شاورما حكاية. او كمان تعمليها في رقاق، تعمليها في جلاش، تعمليها عارفين سندوتشات الرقاق الطري اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. كل دي افكار تقدري تدخلي فيها الشاورما، لان برضو في ناس بتبقى بتدور على حشوات مختلفة. فالحشوة دي جميلة جميلة برغم بساطة الطريقة، الا ان الشاورما والله زي بتاعت بره بالظبط. جربوها بجد هتعجبكم جدا كمان جدا، مش هتصدقوا ان دي في البيت. بصوا كمان ما شاء الله الكمية طالعة كبيرة ازاي، يعني الكمية حلوة. عملنا بصوا كلت انا والبنات، وكمان فاض بقى لما باباهم يجي ياكل، وكمان فاض مننا والله. فالكمية بتبقى حلوة ونضيفة ضمن نظافتها في البيت، فجربوا الطريقة هتعجبكم قوي ان شاء الله. مع بقى شوية بطاطس، سلطة، مخلل، بيبس، اللي انتي عايزاه. بوريكم هنا بقى ان انا ايه كنت شطورة اهو، ما كسلتش وغسلت الوك وخلصت المطبخ ونضفت تاني الحوض كده. كانت كمان غسالة الاطباق خلصت. والحمد لله انا كده خلصت خالص. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعليق جميل منك، وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يجيلك كل اشعارات الفيديوهات الجديدة. يا رب الفيديو النهاردة يكون كده خفيف عليكم وعجبكم، وتشجعتوا كده قوموا شوفوا اللي وراكم. ما تكسلوش، ما تخلوش اي حاجة يعني تخليكوا كده كسلانين. لما الواحد بيقوم يعمل اللي وراه حتى لو بيبقى تعبان شوية والله بيفرح ونفسيتك كتير بتتغير. باي باي.